أهلا بكم مشاهدينا الكرام. بعد إعلان الحكومة السورية عزمها تأجيل انتخابات مجلس الشعب في محافظات الحسكة والرقة والسويداء وتوجهها لتعيين ممثلين عن هذه المحافظات من حصة رئيس الجمهورية في ذريعة الوضع الأمني، ارتفعت الأصوات المنتقدة للخطوة واصفة القرار بأنه متعمد، والهدف منه استبعاد مكونات المنطقة من عرب وكرد وسريان أشوريين عن رسم مستقبل سوريا. هذا الموضوع أناقشه مع الصحفي والكاتب الكردي هشام كوسي، لكن بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك أستاذ هشام. بداية كيف قرأت قرار تأجيل هذه الانتخابات، انتخابات مجلس الشعب؟ مرحبا بك وشكرا على الاستضافة. أنا مسرور لأني اليوم ضيف على منصتكم، وسأحاول بإيجاز قول رأيي حيال ما تشهده سوريا. أصلا هذه الحكومة هي حكومة فاقدة للشرعية. لماذا؟ لأنها حكومة كأي حكومة انقلاب تبحث عن الشرعية، تحاول أن تشرعن نفسها، لكن هنالك طرائق لكسب الشرعية من المحيط الإقليمي والدولي، طرائق منسجمة مع المنطق، مع الأخلاق، مع القوانين والأعراف الدولية. لكن الحكومة الانتقالية المؤقتة السورية هي على الضفة الأخرى من هذه الطرائق التي يفترض أن تلتزم بها. مسألة القبول والإجماع والموافقة الداخلية هي الأساس، وهي الرافعة الاستراتيجية لأي شرعية مكتسبة من المحيطين الإقليمي أو الدولي. موضوع الانتخابات أصلا لا ينطبق وصف الانتخابات على ما يفترض أن تشهده سوريا لاحقا. الموضوع تعيين بتعيين. الانتخابات محصورة في الطبقة الحاكمة، هي التي تنتخب، هي التي تختار، هي التي تضع، هي التي تفصل هذا الثوب المزيف الذي يقال عنه انتخابات سوريا، وتضع الألوان والأشخاص والتفاصيل وفق ذهنيتها، وفق مزاجها. إقصاء المحافظات الثلاث هو رب ضارة نافعة. لماذا أقول رب ضارة نافعة؟ هذه الخطوة وما فيها من إقصاء وتعمد في هذا الإقصاء هو يؤكد سردية أبناء هذه المناطق الثلاث حيال هذه الحكومة، لكي يقتنع العالم أو الدول الإقليمية ودول العالم الفاعلة والمؤثرة في القرار الدولي وفي مصير سوريا، أنه بالفعل هذه حكومة جماعة دينية متطرفة إقصائية تمارس بشتى الوسائل لكي تقصي المختلفين أو المناوئين أو المعارضين لسياسات وأداء الحكومة. أنا مثلا عندما أنتقد هذه السلطة الآن صرت أستند على أرضية صلبة، لأنه سلوك وأداء هذه الحكومة لا يساعدني على القبول بها. هي لا تبذل جهدا لكي تقنع السريان، تقنع الكرد، تقنع حتى العرب السنة. وبالتالي أصلا مصطلح أو مفهوم الانتخابات لا ينطبق على ما سيحدث. ثانيا، الآن أبناء المنطقة الشرقية. اسمح لي قبل ما تنتقل إلى ثانيا، أنت تشكك في قضية
ليس في الانتخابات فقط وإنما في شرعية هذه السلطة. أليس هذا إجحافا؟ هذول الناس حرروا البلد طبعا، يعني كما يقولون. كما يقولون يعني الموضوع الشرعية من أين تأتي؟ من الانتخابات. هل لدينا رئيس منتخب؟ الأسئلة التي مثلا أطرحها عليك وعلى المشاهدين. هل لدينا رئيس منتخب؟ لا. هل لدينا دستور؟ لاحظ معي يعني هم علقوا العمل بالدستور وأصدروا إعلان دستوري. هل تشاوروا مع مكونات الشعب السوري فيما يتعلق بإقرار الإعلان الدستوري المؤقت؟ لا. لا حكومة منتخبة، لا برلمان منتخب، لا دستور، لا رئيس منتخب. أين هي الشرعية؟ الكلام الذي يقال شرعية ثورية وشرعية تحرير، هذا يعني حجة من لا حجة له. يعني شو تحرير؟ كلنا بنعرف أنه عملية إسقاط النظام السوري ومجيء أبو محمد الجولاني أتى من إمارة إدلب إلى دمشق، يعني ضمن توافقات. أي تحرير، أي ثورية، أي شرعية؟ مش أنا اللي بقول إنه يعني هل هنالك رئيس شرعي تنطبق عليه انه مؤقت وانتقالي؟ ما في رئيس شرعي وفي نفس الوقت هو رئيس انتقالي ومؤقت. ما في يعني حكومة هم يقولون، شرعية. أستاذ هوشنج، هم يقولون أن شرعية الرئيس جاءت من مؤتمر النصر الذي منحه هذا التفويض. يا أخي هي كلها تسميات، هم الذين أقروها وفرضوها على الناس. أي مؤتمر نصر يعني من كل عقلك أنت صدقت هالقصة؟ يعني قصة إنه والله النصر وتحقيق وكذا. هل هذه الحكومة لم تفرض شرعيتها حتى على الفصائل التي تتشكل منها وزارة الدفاع؟ هل انصهرت هذه القوى الميليشياوية الفصائلية ضمن بالفعل وزارة دفاع ويعني سلمت سلاحها للدولة؟ حتى في هذه النقطة فشلت وهي عاجزة. فإذا عجزت عن كسب الشرعية من السوريين. مجموعة النظام السوري أيضا كان يتحدث عن الشرعية، والنظام السوري إذا في ميزان مقياس الشرعية، شرعيته أكاد أن أقول أنه هي يعني بين قوسين، لأنه نتحدث عن الشرعية مع التشكيك فيها يعني والطعن فيها، مش بس مستوى التشكيك، لمستوى الطعن. لكن مبررات النظام السوري، نظام بشار الأسد، أثناء حديثه عن الشرعية وتصدير شرعيته هي مبررات أكاد أن أقول أنه أقوى من مبررات الجولاني. كل ما يصدر من سلطة غير شرعية قولا واحدا وهو سلوك غير شرعي طيب، وأداء غير شرعي. حتى اخرج من موضوع يعني شرعيه الحكومه او من غير شرعيتها، انا بدي اسالك استاذ هوشنج، هل تعتقد ان قرار التاجيل هو قرار متعمد او الغاء الانتخابات في الحسكه والرقه والسويداء وهو متعمد؟ لانه قرار الاداره الذاتيه لشمال وشرق سوريا اصدرت بيان طبعا، اعتبروا ان هذا الالغاء هو اقصاء لنصف السوريين. ايضا اعتبر بيان الاداره الذاتيه ان هذه سياسه ممنهجه من قبل السلطه لمنع مشاركه المكونات في مناقشه مستقبل سوريا. ايضا قال بيان الاداره الذاتيه ان مناطقنا في شمال وشرق سوريا هي الاكثر امنا، ردا طبعا على قرار الحكومه انها مناطق غير امنه. ثم دعت الاداره الذاتيه في بيانها في ختام البيان الى عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات. هل تعتقد استاذ هوشنج، وانا اعود اليك مجددا، هل هذا الامر، هذا القرار الالغاء هو قرار متعمد يعني لشطب او لالغاء مشاركه باقي السوريين في هذه العمليه السياسيه الان؟ يعني بكل تأكيد قرار متعمد، لأنه إذا أتت الآن السلطة مسألة التعيين لنفترض مثلا لا يوجد لدى السلطة رصيد إذا بدها تعين موالين لها في منطقة الجزيرة، في منطقة شرق الفرات، في منطقة الإدارة الذاتية، على من ستعول؟
هذه السلطة؟ هل ستعول على المنظمة الآسورية السريانية أنه يقدموا مرشحين؟ لا. هل ستعول على المجلس الوطني الكردي؟ لا. هل ستعول على قسد أنه يقدموا المندوبين أو ما يمثلهم؟ لا. ليس لديها رصيد، ما عندها زلم قد ما عندها زلم في المناطق التالية. هذا أيضا فيما يتعلق في منطقة السويداء. مين لهم في السويداء غير ليس البلعوث؟ مين؟ ما في. من فيصل القاسم بده يجيبوه من الدوحة ويعملوه مندوب للسويداء مثلا؟ طبعا لا. ما عندهم هالشرعية وما عندهم هالمصداقية والحضور في هذه المناطق الثلاث لكي يعينوا. رح يجيبوا كراكوزات يعملوا حالهم يعني يعني نفسهم مسخرة إذا بدهم يجيبوا مثلا ناس إنه الموضوع كله تعيين بتعيين. فما عندهم هذا الرصيد، ما عندهم هذا القبول. مين بدك يعني مثلا من مناطق يجيبوا لك الدكتورة فاتن ولا عبد العزيز التمو حتى يمثل مناطق شرق الفرات؟ مين بدهم يجيبوا يعني؟ فبالتالي ما هذا قرار متعمد لانتفاء شرط الحضور والمصداقية والدعم في هذه المناطق. طبعا الإدارة الذاتية راح تطلع بيان ينتقد وهذا إقصاء وكذا، والعملية إنه سيكون مثار انتقاد، لأنه العملية ككل العملية الانتخابية ككل مدانة ومسجوبة. وكما قلت لك وأعيد وأكرر وأؤكد أنه ما يصدر عن سلطة غير شرعية وأمر غير شرعي. هو السعي نحو حصول الشرعية، لكنه سعي متهافت ومهزوز وتافه. طيب، وصلت هاي النقطة أستاذ هشام. المشكلة في الإدارة الذاتية أيضا أن ما تدعي ما تطالب به حكومة دمشق وهو موضوع المشاركة والتشاركية لا تمارسه هي في إدارتها، ولكن هذا موضوع آخر سنناقشه لاحقا. طيب، صار في بالفترة الأخيرة أستاذ هوشنج فيديوهات تتحدث عن موضوع اقتحام الجزيرة و يعني عشائر وما عشائر، وبدنا ننتقل حتى نهزم قسد وإلى آخره. هل لديك مخاوف من أن هذا الأمر سيحصل، أن هذا الكرة المتدحرجة، العنف المتدحرج من الساحل إلى السويداء قد تصل أيضا إلى الجزيرة؟ لا، أنا أستبعد ذلك. لماذا أستبعد ذلك؟ لأنه هي الفيديوهات وهالتحريض الإعلامي هو سابق على التحريض على منطقة الساحل، وسابق على التحريض على منطقة السويداء. يعني منطقة الشيطنة والتأليب الناس على منطقة شرق الفرات، الموضوع سابق يعني على المنطقتين الأساسية، ولم يفعلوا شيئا ولن يستطيعوا فعلا شيء، لأنه الوضع مختلف. يعني منطقة السويداء ما كان في القوة العسكرية الوازنة المنضبطة المدربة الكفؤة التي بإمكانها يعني خلق حالة من التوازن مع ميليشيات الجولاني. في منطقة الساحل الجيش انهار، والمنظومة الأمنية المنظومة العسكرية انهارت تماما. أما ما يتعلق في منطقة الجزيرة الأمر مختلف. هلا نتفق مع سلطة الإدارة الذاتية وننتقدها ونشجبها على سلوكيات هذه السلطة في بعض النقاط، في بعض التفاصيل لا تختلف عن أي نظام استبدادي قمعي، لكن الخيارات لدى أبناء المنطقة محدودة. يعني أنا كشخص أنتقد، وأنت تعرفني أنه أنا أنتقد هذه السلطة منذ 13-14 سنة، لكن إذا وضعتني بين خيارين لا ثالث لهما، إما سلطة قسد أو سلطة الجولاني، بدون تردد سأقبل يعني بسلطة قسد، لأنه في هامش، في مجال. يعني مثلا في الاتحاد السرياني، في كتلة عربية، في أكراد، في شيء يعني يمكن التأسيس عليه، يمكن تطويره. لكن شو فينا نأسس ونطور يعني فيما يتعلق بموضوع الجولاني؟ شوف، واقع الحال إذا استمر على لدى حكومة الجولاني، إذا استمر على نفس أنت المنهج، مصر على نفس تسميته السلوك، الجولاني، يعني أنت مصر على تسميته الجولاني، وهو يعني لأنه لا يساعدني الاسم المؤقت أنا لأحمد الشرع. ولا يساعدني بأدائه بسلوكه، لا يساعدني أن أنظر إليه على أنه أحمد الشرع.
لا مع يساعدني. أنه قال بالأمس أنه ويتعامل. هو قطع أي صلة بالتنظيمات الإسلامية وانت والجهادية. صدقته، وانت صدقته طبعا، والناس صدقوا أنا يعني. صحفي عم أنقل وجهة نعم، النظر نعم، الأخرى نعم، يعني. نعم، بمزح يعني، بنحاول نعمل إنه شيء لأنه شيء يستحق التندر. يعني هو يقول إنه ليس امتدادا للإسلام السياسي ولا التنظيمات ومفكر الناس مجانين، وراح يصدقوا كلامه المتوازن المدعوم. طيب شو بدنا نسوي بأطنان من الوثائق والفيديوهات والأرشيف القريب جدا؟ يعني ذاكرة السوريين مش ذاكرة سمك ولا ذاكرة ذباب لحتى نصدق أكاذيب. هذه الأكاذيب تؤكد أنه هو ما زال الجولاني، يعني شخص متوازن، متصالح مع نفسه، ما بيحكي لك كلام. خلي الناس تنسى خلي الناس تنسى أنه بالفعل هو أحمد الشرع وعلى قطيعة مع التنظيمات التكفيرية والإسلام السياسي. كيف؟ بالانفتاح على مكونات الشعب السوري، أنه هذا الدستور دستور سوريا، أو تصور النموذجي لمكونات الشعب السوري أن تكون سوريا لا مركزية. الدستور تبعها يعترف بالسريان والآسوريين والكرد، وأنه ما يكون في خطوط حمراء. رئيس الجمهورية إذا اختار السوريون أنه أن يكون رئيس الجمهورية سرياني مثلا، يعني مثلا أنا بدي أنتخب أسامة أنه يكون رئيس الجمهورية، ما يكون في خط أحمر، لا، حرام وممنوع وكذا. ومن التعامل مع مكونات الشعب السوري على أنهم يعني أبناء ذمة، أو ما بعرف اللي يدفعون الجزية بمنطق الدولة الإسلامية، ما زال معتمد لدى الجولاني. هو اللي ما بيخليني أسميه أحمد الشرع. أنا شو ساوي له؟ خليه يقنع الناس ب- بأنه، ويساعد الناس، يساعدنا أنه نتقبله كرئيس مرحلة انتقالية كفو محترم. بالفعل وضع سوريا على سكة قطار الدولة الوطنية، دولة سوريا اللي بنحبها ونسعى إليها، يعني مش سوريا الأمويين، يعني بده يرجعونا 1400 سنة لورا. ويا ريتهم كانوا يا ريتهم كانوا وبيشبهوا معاوية بن أبي سفيان. يا رجل، من ناحية معاوية بن أبي التعامل مع سفيان، مكونات دمشق ومع مسيحيين طبعا، دمشق ومع المختلفين في طبعا، دمشق. طبعا مع المسيحيين مع اليهود. معاوية لأن الشيء بالشيء يذكر. يعني معاوية كان مرتاح مع المكونات، لكن ما كان مرتاح مع اللي يطالبونه ينازعونه في الملك على الأكراد. ينازعون أحمد الشرع في الملك في السلطة، لا. السوريان ينازعونه في الملك والسلطة، لا. الدروز بدهم يحتلوا دمشق، لا، ما في هيك شيء. فلا نزاع على السلطة وعلى الملك مع معاوية بن أبي سفيان الجديد أو يزيد، يعني يختار هو المقام اللي بده إياه. ما في نزاع، بس في صراع، في مقاومة على الهوية. أنت لا يمكن أن تنكر هويتي كسرياني، كآشوري، ككردي، كتركماني، سني. أنا مثلا سني مسلم من الصوفية. طيب الصليبية الجهادية تكفر هؤلاء، طبعا طبعا. تكفر طيفا واسعا من السنة. وبالتالي هذه الجماعة التي استولت على السلطة، هي استولت على السلطة حتى الآن، تسعى إلى الشرعية ولن تحصل عليها. شوف، مهر الشرعية لدى هؤلاء هو أن يقدموا للعالم سوريا ديمقراطية وطنية لا مركزية. إذا حققوا ذلك، على العين والرأس، وأحمد الشرع وفخامة الرئيس ومن كل هالأقاويل. على ذلك ما في شرعية. لو حتى أنا كشخص كسوري كمواطن سوري لن أمنحه الشرعية ما لم يمنحني دولة وطنية أفتخر بها. طيب خليني أقرأ خبرين عاجلين وردا الآن على قناة عربية. نتنياهو ينشئ
نتنياهو يقول طبعا في تصريح: نجري اتصالات لجعل جنوب سوريا منطقة منزوعة السلاح وبما فيها السويداء. هل هذا خبر عاجل على العربية الآن أستاذ هوشنج؟ هل تعتقد أن وضع السويداء سيستمر فيما هو عليه الآن، المطالبة بالانفصال ورفع العلم الإسرائيلي وطبعا هذه المطالب تقابل بالكثير من يعني الرفض من جهة الحكومة السورية. ماذا تعتقد سيكون مصير السويداء في القريب القادم من الأيام؟ شوف المنطقة يعني على صفيح ساخن، والمتغيرات وخطط رسم خرائط جديدة للمنطقة موضوعة على الطاولة. لا يمكن التكهن بمصير سوريا ككل، يعني رأي قطعي الثبوت في هذا الخصوص ما فينا نتكهن ليه. إذا أنا أعطيتك الآن تصور معين لربما بعد 24 ساعة يكون هنالك شيء آخر. لكن إذا منح أحمد الشرع دروز السويداء بنفس ما تمنحه إسرائيل لدروز إسرائيل أو دروز فلسطين، لربما هذا يسد الطريق أمام أي مسعى انفصالي أو استقلالي في منطقة السويداء. لا أعلم إن كانت الفكرة وصلت أم لا. بمعنى مستوى دخل الفرد، الحقوق، الحضور، مثل ما هنالك حضور في الكنيست أن يكون هنالك حضور حقيقي للدروز في البرلمان السوري. مش قضية تعيين، مش فرض ليث البلعوث على أهل السويداء. مش بس هيك، في القوى الأمنية، في الجيش الإسرائيلي. يعني حقوق الدروز مصانة في دولة الكيان الإسرائيلي أم لا بنفس هذا المستوى أو يزيد. يعني شيء يغري أهل السويداء أن يبقوا ضمن هذا الكيان. شوف أسامة، سويداء كانت دولة وتنازلت عن الدولة من أجل سوريا. سويداء في يوم من الأيام كانت دولة الدروز، دولة جبل العرب، تنازلت عن هذه الدولة لكي تتحقق الوحدة السورية والوطنية السورية. ماذا كان الرد؟ مجازر الجولاني. هنالك شيء ينبغي أن تقدمه حكومة دمشق الآن لكي ينسى أهل السويداء الجراح العميقة التي أحدثتها هذه الحكومة في جسد المكون الدرزي الأصيل وأبناء الكرامة. أبناء الكرامة مش مستعدين أن يتنازلوا عن كرامتهم لجماعة إسلامية متطرفة هي جبهة النصرة أو امتداد أو فلول لداعش والقاعدة. ينبغي لهذه الحكومة أن تقدم الكثير لكي تقنع أبناء السويداء بالبقاء، وما يتجهوا لمشاريع أخرى مدعومة سواء من إسرائيل أو من أي دولة أخرى. طيب، هذا الكلام ينسحب على أبناء الساحل أيضا، وحتى على أبناء الجزيرة. ينبغي أنا راح أجي أن هلا على تقنعنا. أبناء الساحل. هوشنج، سؤالي الثاني قبل الأخير هو: قرأت البارحة أكيد مثلك مثل كل السوريين أكيد عن تشكيل مجلس علوي، مجلس سياسي للعلويين في سوريا. كيف قرأت هذه النقطة؟ يعني البعض أشار إلى أن هناك أصابع للإدارة الذاتية في تشكيل هذا المجلس. ما قراءتك أستاذ هوشنج؟ والله من يقف وراء تشكيل هذا المجلس سأقف معه. هذا حق طبيعي، هذا حق لماذا؟ طبيعي. يعني لماذا حق طبيعي؟ لأنه حق النظام السوري السابق ألغى أي تمثيل ديني. ما في مرجعية دينية عند العلويين يعني على زمن النظام السابق. كل ما كان يشاع ويقال عن الدولة العميقة والقصص هي كله كان طلع كذب. ما في مرجعية دينية، ما في مرجعية اجتماعية. أغلب نخب العلويين من الكتاب والمثقفين كانوا يعني مغضوب عليهم، اللي منهم قضى في عايشين في السجون، منهم من اعتقل وقضى في السجون وتوفي، يعني ما سمعنا عنه شيء. أستاذ أحمد يعني الخير أحد منهم، يعني يا رجل كتاب عزيز الخير. ومثقفين طبعا وغيره. يعني مش بس عبد العزيز الخير، كتاب ومثقفين مثلا يعني من أدونيس، من نبيل سليمان، من كثر يعني.
صح. منذر المصري الآن هو لم يغادر بلده، نبيل سليمان لم يغادر بلده، لكن ما كانوا يعني مهضومين ومقبولين من قبل النظام. إذًا ما كان في مرجعية دينية، ما كان في مرجعية اجتماعية، حتى المرجعية العسكرية والأمنية شُفت كيف انهارت، وبالتالي من حق هؤلاء هلأ الدروز عندهم مرجعية، عندهم مشيخة العقل. صح. مشيخة العقل تصدّرت الواجهة، يعني مش حُبًا، كرهًا السكين صارت وصلت للعظم كما يقال بالكردية، وبالتالي المرجعية الدينية مارست دورًا سياسيًا لأنه ما كان في مجلس آآ يمثل الطائفة، مجلس سياسي مثل ما هو موجود في شرق الفرات، مسد وما بعرف شو من القصص اللي أنت بتعرفها يعني. وفي هلا في شرق الفرات في المنظمة الآسورية السريانية، في المجلس الوطني الكردي، وفي PYD، في منظمات مجتمع مسيس، صح. مجتمع منظم. هذا الموضوع ما كان موجود لا في الساحل ولا في الجنوب السوري ولا حتى بين السنة، ما كان موجود. وبالتالي أي سعي نحو تشكيل كيان سياسي مدني يحاول الحفاظ على حقوق العلويين ويوثقها ويصونها في سوريا المستقبل، هذا حق طبيعي ومشروع يكفله يعني القانون الدولي، الميثاق العالمي لحقوق الإنسان. من يلقي الشك والشبهة حول هذا الموضوع؟ أنصار الجولاني، لأنه ما بدهم نفس سلوك النظام السابق. يا أخي ما بدهم تمثيل للسريان، ما بدهم تمثيل للأكراد، ما بدهم تمثيل للعلويين وللدروز. حتى الآن نظام يعني كما وصفه الشيخ حمود الحناوي لا ذمة له ولا يعني قال هيك قول نعم. يعني شيء من هذا القبيل، يعني إنه لا يمكن أن نأتمن على قدرنا ومصيرنا مع هذه السلطة. وحتى الآن يهاجمون ويشيطنون ال الشيخ الهجري الحناوي. يعني صح. الهجر أيضا. صح. نفس القصة. وبالتالي أنا مع أنا مع هذا الكيان، لأنه إذا ما في هيك كيان أنا راح أدافع عن حقوق العلويين، وهذه تصبح مهمتي أنا كسوري أن أدافع عن حقوق العلويين طالما أنه هنالك جسم سياسي تشكل للتو أو في الأيام الأخيرة، فهذا يخفف عني عبء الدفاع عن المكون العلوي بوصفهم سوريين، بوصفهم بشر، بوصفهم مهددين يعني. نعم أستاذ هوشنج، هي النقطة أيضا وصلت. سؤالي الأخير هو بعد ما حدثنا طبعا حكينا عن كل هذا الواقع المؤلم المأساوي أحيانا قاتم الصورة في سوريا ومستقبل سوريا، لكن كيف ممكن أن نخرج من هذه المعضلة، من هذه الدوامة من العنف والعنف المضاد والاتهامات المضادة، كل هذا الجو المناخ السياسي القاتم في سوريا، كيف ممكن نخرج منه أستاذ هوشنج برأيك؟ شوف الدول المتنوعة المتعددة القوميات والأديان والثقافات يمكن أن تشهد هكذا نزاعات وصراعات في المراحل الانتقالية. أنا أعيش في دولة بلجيكا، يمكن مساحة محافظة الحسكة تقارب أو أكثر من مساحة بلجيكا. مناطق قسد، هي بالتأكيد مناطق سيطرة قسد. شرق الفرات مساحتها أكبر من مساحة يمكن ضعفي مساحة آه، بلجيكا. المملكة البلجيكية. والمملكة البلجيكية دولة فيدرالية لا مركزية من عام 1900. نعم أستاذ هوشنج عم بسمعك، تفضل. هذه الدولة في متعددة، تشبه سوريا، فيها الوالون، فيها الفلاندرن، فيها الناطقين بالألمانية والفرنسية والهولندية، 3 لغات رسمية في الدستور البلجيكي. يا أخي ما يحق لبلجيكا، لماذا لا يحق لسوريا؟ يبدو لي إنه نحن بحاجة يعني
إلى شيء يشبه اتفاق الطائف، أها. شيء مثل ما أخرج لبنان من معمعة الحرب الأهلية ومهد لها يعني ل ل ل يعني تطوي صفحة الحرب ولو الحرب في الأهلية صحيح. إيه، ولكن اتفاق فترة الطائف كان انتقالية. فيه له رعاية دولية ورعاية إقليمية، إيه، ويعني هل طبعًا هذا شيء ممكن في سوريا الآن؟ ممكن طبعًا، لأنه الآن الموجودين على الأرض السورية الأمريكيين والفرنسيين بيحاولوا، لكن قد يقول قائل إنه يا أخي اتفاق الطائف مهَّد لحافظ الأسد ومهَّد لحزب الله ومهَّد ما بعرف، طوى صفحة الحرب الأهلية، طوى هذا الاتفاق مهَّد للشراكة، شراكة السلطة. لكن الذين عطّلوا اتفاق الطائف بطريقة أو بأخرى معروفين يعني، الدور الإيراني ودور حافظ الأسد والقصة هي معروفين، شيء يشبه اتفاق الطائف، ولم أقل نسخة طبق الأصل عن اتفاق الطائف، طبعًا العيوب والمثالب اللي كانت موجودة في اتفاق الطائف ينبغي تلافيها وفي أي اتفاق يتعلق بتحديد مصير سوريا هل المستقبل تعني لكي هل نخرج. تعني هل تعني أستاذ هوشنگ، هل تعني إنه اتفاق طائف بمعنى إنه تقسيم السلطات، بمعنى مثلًا رئيس الدولة يكون عربي، رئيس الوزراء يكون سني، رئيس البرلمان يكون كردي، رئيس القضاء يكون أشوري، ما بعرف، هل هذا ما تقصده؟ يعني أقصد شراكة، شراكة المكونات، نعم. حضور المكونات، هاي الدولة ما تكون دولة أهل السنة والجماعة، مش تكون دولة ائتلاف الأخوان والسلفية والجهادية. كيف يكون الأمر يكون مثلًا يعني الدولة الوطنية ستحترم إذا كان رئيس الدولة مسيحي. يا أخي المسيحي يشترط فيه شرطان، عربي ومسيحي، وشو اللي بيمنع؟ يعني مثلًا أو مثلًا رئيس الحكومة يكون مسيحي أو رئيس البرلمان يكون مسيحي، ما بي يعني إحدى هذه السلطات إنه يكون فيها شيء يمثل عراقة الحضور المسيحي في سوريا، يعني مش معقول سوريا اللي اسمها جاي من أصل سرياني والسريان يكونوا مغيبين. نفس الأمر ينطبق على الكرد والعرب. هذه الدولة المتعددة القوميات والأعراق والثقافات والهويات لا يمكن أن تحكم بمنطق الأحادية وبمنطق الفرقة الناجية من النار. نحن أهل السلفية والجماعة والكل كفرة وملاحدة وقردة وخنازير ونحن بس اللي يعني الملائكة والجنة مفتوحة لنا على مصراعيها. هذا منطق يعني مش بس لا وطني، يعني ما قبل وطنية، ما قبل قبلية، لك منطق القبائل ما بيقبل هيك. حتى القبائل يعني وحتى المنطق الإسلامي يعني لا أمرهم شورى بينهم. هؤلاء ما حتى لا يديرون الأمر وفق منطق الدستور الشريعة الإسلامي. السمحاء، نعم. الدستور الإسلامي اللي بيقبل. يعني معاوية بن أبي سفيان ألم يكن إسلاميًا؟ هو مرجعية، فليعملوا بالجانب الإيجابي لمعاوية، مش الجانب الدموي، مش التوريث، في الجانب فيما يتعلق بالتعامل مع المكونات، مع الشخصيات في القصص هي. ما فالمشكل مستوى خلصنا مشان أوصل. وقتنا قارب جدا، شرف على النهاية، ولكن ما بدي مرق هاي الحلقة من دون ما أسألك ليش حاطط ثلاث أعلام وراك؟ العلم الكردي، العلم السوري، والعلم السرياني الأشوري. شو الرسالة؟ أولًا شو بدك تقول؟ أولًا لأنه أنا سوري، أنا حاطط العلم السوري بين العلمين، يعني سوريا هو بالفعل يعني هذا النسر المحلق لديه جناحان، جناح كردي وجناح آسوري سرياني. لا يمكن أن تقوم قائمة لسوريا بدون هذين الجناحين. طبعا عندما أقول سوريا يعني في المنتصف، أنا قد يقول قائل ينفي العرب وينفي السنة. لا، هذا العلم الموجود في المنتصف يمثل العرب ويمثل السنة ويمثل التركمان ويمثل الشركس وبقية المكونات. لكن
يعني هل ثلاثية الأرقام. أنا أعيش في بلد يعني بلجيكا، وأحمل جنسية بلجيكا وأفتخر في بلجيكا. إقليم فلاندرن له علم. المدينة التي أنا فيها جزء من إقليم فلاندرن لها علم. تصور يعني. والدولة الاتحادية الفيدرالية اللي اسمها بلجيكا، المملكة البلجيكية، صحيح، لها حتى هون علم. بالسويد كل بلدية عندها علم، كل إقليم يعني كل إذا مقاطعة عندها علم. لما التحسس؟ يعني أنا حاطط هاي الأعلام فخرا وانتماء. أنا شخص متعدد الهوية، سوري، على كردي، على سرياني، على أرمني، على تركماني. أنا أمثل كل هذه المكونات اللي اسمها سوريا. فلماذا لا أضع يعني؟ صحيح. يعني إذا الأصدقاء بعثوا لي مثلا العلم الدرزي كمان، يعني راح نجم سأضع هذا الخماسية. العلم هنا يعني. يعني أنا ما عندي مشكل في هاي أحترم. أنا أحترم، لكن ينبغي لهذا العلم أيضًا اللي موجود في المنتصف، الذي يمثل سوريا حاليًا، أن يحترم جناحيه. ما في نسر يحلق و و و ويبتر جناحًا من جناحيه يعني. هلا أنا أستاذ فلكي هوشنج، تفضل لكي تفضل. يستمر في التحليق ويفرض احترامه علينا، ينبغي للعلم الموجود في المنتصف أن يحترم هذين العلمين في الدستور، مش بالكلام، مش بالأقاويل المعسولة محسولة، نعم. أبو محمد الجولاني. لا، أنا بدي أسمع كلام وأصدق، أشوف أموره أستعجب. لا، أنا بدي صرنا أفعال، ما نفتقد بدي الجانب أقوال. معنا هو الرئيس أحمد الشرع. طيب أستاذ هوشنج، أنا في ختام اللقاء حابب أتشكرك كثير، شكرا، استمتعنا جدا بالحديث معك، وأنا وإياك إن شاء الله حيكون في عنا لقاء آخر في مواضيع أخرى ولكن مطول أكثر. ما نحكي فيه عن الشأن السياسي الحالي، نحكي فيه شوية تاريخ، وتحديدا عن العلاقة بين الشعبين السرياني الأشوري والشعب الكردي، لأنه حضرتك أيضا يعني ما عدا أنك كاتب ويعني مهتم بالشأن العام، أنت روائي أيضا وشاعر، وهذا الجانب من هوشنك أوسي سنضيء عليه في حلقة قادمة إن شاء الله. تكرم عينك. شكرا كثير لحضرتك استاذ هوشنك اوسي، وايضا الشكر لكم موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعه. حتى التقيكم في حلقه قادمه، هذا سامي المربي، وعافيه.